اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل لي في القناة جديد. انا بشكركم الف شكر، جوه مصر وبره مصر. يلا بينا نشوف ست الحبايب كده عاملة ايه النهاردة. انا عاملة معاكم النهاردة طبيخ الجلجاز. بص على جماله وعلى حلاوته، والله الحلة تتكلم عن نفسها. شايفة جميلة ولذيذة. يلا بينا نغرف مع بعض كده الجلجاز. يلا بينا كده نغرف مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. غرفت معاكم الجلجاز اهوت على جماله وعلى حلاوته. بصي عاملاها بالشوربه وباللحمه، وما حطيتش ولا فلفل ولا كمون ولا ملح. ليه؟ علشان الشوربه كانت بتاعت اللحمه، ما كانتش عاوزه اي حاجه خالص. التومه طبعا بنحط لها حبه كزبره وحبه ملح. ما حطيتلهوش قدامكم حاجه. بص على جماله وعلى حلاوته. شوف ست الحباب عامله لكم ايه حاجات حلوه وجميله. ويلا بينا نشوف الطريقه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبسلام. النهارده ست الحبايب عاوزه تطبخ معاكم الجلجاز. بصي على حلاوته وعلى جماله. المهم تجيب الجلجاز طازه وتمسكيه تحت الحنفيه، تغسليه غسله حلوه وتنشفيه، علشان بعد الجلجاز ما احنا ما بننضفه وبنقطعه قطع مكعبات ما بتغسلش. يلا بينا نقطعوه بقى ايه مع بعض. انا بعمل معاكم اهو بقطعه. المهم ايه التقطيعه دي، المهم تقشريه ايه حلو. والتقشيره لابد تاخدي برضو ايه حته ما تاخديش الوش، لابد ايه تجرطي تحت كده. شوف انا بنقطع ازاي كده اهو. اهو ايه تقشير الجلجاس اهو. طالما الجلجاسي بتبقى حمرا وحلوه كده بتبقى جميله اهو. قطعت معاكم الجلجاس اهوت، قشرت والجلجاسه معاكم اهي. شوف نظيفه وجميله ازاي، ومسحتها ناشفه وجميله. يلا بينا بقى نقطعوه سوا كده مع بعض. اوريكم اول جلجاسه وبعدين نبقى نكمل. خلي بالك من ايديك وانت بتقطعيه عشان بيبقى ايه جامد اهو. بصي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصي انا قطعت. شوفي المكعبات بحالها بتبقى زي بعضها اهي. لابد تبقى المكعب حلو كده وكبير عشان هو لما يستوي ما تلاقوش حتت صغيره. انا بقطع معاكم الجلجاس اهوت، بوريكم تقطيع الجلجاس اهو. بصي على جماله وعلى حلاوته. الجلجاس زي العسل اهو قدامك. انا مقطعاه عسل اهو ما بيتغسلش. ومعاكي بلاستيكه برضو تحطي فيها كده اهوت. انا عملت اول جلجاسه دي قشرتها وقطعتها معاكم عبال ما اخلص الكميه اللي معايا وارجع لك. ورجعت لكم بعد ما خلصت الجلجاس. بص على جماله وعلى حلاوته. بص اهو زي ما انا مقشراه معاكم ومقطعه معاكم. دي ما بيتغسلش، انا ما بغسلش الجلجاس. وادي الكزبره الخضراء وبيعوز سلق. وادي السلق بقى انا كنت مسوياه وضرباه في الخلاط وشايلاه في الفريزر. السلق دي طبعا وديت برضو عشان تخزين الجلجاز زي ما انا عامله دي. ادي هنخزن معاكم برضو كيس واحد اهو. انا ما بكترش في الخزين، انا بحب اكل من الحاجه طازه. بصي اهو بتعبيه في الكيسه من غير غسيل، ولما بتطبخي بتنزليه مع اللحمه على طول على الشوربه بتاعتك اهوت. ويلا بينا على الحله. بصي يا حبايبي انا يلا بينا على الحله. عندي حتتين لحمه هنا همت في الشوربه، شوربه لحمه. يلا بينا بقى ننزله على طول اهو. ادي الايه الجلجاس بننزلوه بقى اهوت ايه مع الحتتين اللحمه مع الشوربه زي ما شفت كده. كده بقى عبال ما ياخد دقيقه ولا دقيقتين، هو ما بيغيبش نكون عملنا ايه التومي. انا حطيت الجلجاس موريه لكم اهو. لابد ياخد غلوه بقى واتنين عبال احنا ايه ما نشوف هنعملوا له ايه في التومه. ادي التومه اهيت معايا. مش هنحط التومه طبعا بحالها.
عشان عنصها نوبة تانية. لابد بقى النفر يقعد يشوحها كده حبة. حطيت التوم دقيقتين كده بس بنشوحها، ونجي حاطة ايه الكزبرة معاها اهو. لابد الكزبرة بقى تاخد 5 دقايق كده لغاية ما نحمرها. الكزبرة هي الخضرا، الكزبرة والتومة اهم شوحتهم هنا هم. يلا بينا بقى عشان ايه نضربهم في الخلاط مع بعض. الكزبرة والتومة اللي انا حمرتهم مع بعض هم للجلجاس. وهنا زي ما قلت لكم السلق انا كنت حطاه في الفريزر، مطيباه وحطاه في الفريزر، بس اهو هننزل عليه بقى ايه الخضرة والتومة اهو عشان نضرب كده، عشان نضربهم بقى في الخلاط وارجع لكم. خلطت بقى شوية الخضرة والتوم، خلطتهم اهمت مع شوية لذيذ كده. بس اما نعمل البتاع ديت التومة والخضرة وشوية السلق اللي انا موريهم لكم دول، خلطتهم على بعض في الخلاط وبنحطهم معاكم، بس لابد نصفيهم اهو عشان فيها عودة في حاجة ما تاهي. قدامكم عسل اهي، هيبقى طبخ عسل وجميل ولذيذ. ادي السبانخ، ادي طبخ معلش طبخ الجلجاس، معلش انا واخد بالي السبانخ. ادي الجلجاس بصي على جماله وعلى حلاوته اهو. خليه بقى يغلي غلوه وارجع لكم. بصوا الجلجاس بقى جميل ازاي بعد ما عملته بالخضره، عاملاه بالخضره وعاملاه بالتومه وعاملاه بالسلق. شوف جميل ازاي ولذيذ. شوفوا استوى، حته اللحمه مخليها جميله. يلا بينا بقى نعملوا له الطشه التانيه مع بعض. انا حطيت معلقه زيت هنا وحته سمنه فلاحي، المهم السمنه الفلاحي عشان تلاقيه جميل ولذيذ اهو. ودي حته التومه اهي، حته التوم. شوف التوميه بالسمنه الفلاحي ريحه وطعم اهي. عملت له تومه مع الخضره وتومه تانية اهي. بص على العسل والجمال. خلي بالك من مطبخ ست الحبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضره النبي. شويه جلجاس عسل. ما تكون عاوزه تاكلي جلجاس ولا تاكلي اي حاجه ادخلي على مطبخ ست الحبايب. بص كده الجلجاس اهو استوى، يا دوبك هتاخد 5 دقايق عشان التومه او دقيقتين كده ونبط، وارجع لكم لما اغرب بقى. يلا بينا نغرفوا الجلجاس الجميل ده الصحي الجميل. بصي على الجلجاس وحلاوته وجماله وعلى خضاره عسل وجميل. يلا بينا نغرفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بنغرف بقى الطبق الجميل ده اللذيذ ده مع بعض. طبق الجلجاس الجميل ده، بص على الطبق الجميل ده يتكلم عن نفسه. بص على الجلجاس جميل ولذيذ وما بياخدش 5 دقايق وصحي على جماله وعلى حلاوته. وخلي بالك من مطبخ ست الحبايب، خلي بالك من مطبخ ست الحبايب في اللايكات واشتراك لهي يا حبايب.